السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشاهد هدف فوز منتخب البحرين ضد منتخب الكويت في نصف نهائي كأس الخليج لعام 2024-2025. نلاحظ هنا ان بداية الهدف الكرة على اليمين، ضربة ثابتة لمنتخب البحرين، وهنا هنلاحظ لعب الكرة داخل منطقة الجزاء، وهنا هنلاقي ان اغلب اللاعبين داخل منطقة الجزاء هم لاعبي منتخب الكويت، وهنا عدد قليل من لاعبي منتخب البحرين. هنا في خطأ حصل من حارس المرمى، كرة مرت أمامه ولم يستطيع الإمساك بها لتصطدم بلاعب منتخب البحرين، والتي تمر إلى اللاعب محمد مرهون، الذي يقف وحيدا في هذه المنطقة ليقوم بتسديد الكرة تسديدة مباشرة رائعة داخل المرمى، محرزا هدف فوز منتخب البحرين ضد منتخب الكويت في نصف نهائي هذه البطولة، وبالتالي التأهل لنهائي هذه البطولة بملاقاة منتخب سلطنة عمان في نهائي البطولة. وهنا هنشاهد الهدف من زاوية أخرى. هنا لحظة لعب الكرة ضربة ثابتة، وهنا الكرة تمر، وهنا اللحظة التي أخطأ فيها حارس المرمى عندما مرت الكرة من أمامه، وهنا اللحظة التي اصطدمت بقدم لاعب منتخب البحرين. لا زالت الكرة تمر أمام جميع اللاعبين، وهنا لحظة تسديدة محمد مرهون لاعب منتخب البحرين، التسديدة المباشرة الرائعة والتي أحرز من خلالها هدف فوز منتخب بلاده منتخب البحرين ضد منتخب الكويت في نصف نهائي كأس الخليج لعام 2024-2025. وفي النهاية أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من مشاهدة أهداف المباريات القادمة وتحليلها. شكرا لكم.